شفتوا يا جماعه؟ معقوله كل الفتره دي وانا معرفش ان ممكن بالكنتالوبايه اللي في ايديا دي اعمل بيها هوايل للولاد. عايزه اقول لكم انبهروا بجمال الوصفه اللي عملتها، خطيره بجد. عايزه اقولك عندك كنتالوبايه، هاتيها وتعالي معايا. افتحيها كده بالشكل ده ونضفي قلبها كده من البذر بكل سهوله بمعلقه زي ما انا بوريكي كده. وبعد كده هنبدا ان احنا نقشرها، وتعالي نشوف هنعمل بيها ايه. سمي بالله يا قمر وصلي على رسول الله. ما تنسيش كمان تعملي متابعه في الصفحه لو مش متابعاني، ولايك وشير للفيديو يا قمر، جزاكي الله خيرا. بصي بقى، بعد ما هنا قشرنا خلاص ان كانت الكنتالوبايه بالشكل ده، هنبدا كمان ان احنا ناخدها بقى نقطعها قطع صغيره او قطع يعني مكعبات كده زي ما هتشوفوا حضراتكم دلوقتي. عايزه اقول لكم كمان الكنتالوب مفيد جدا، فيه كميه الياف حلوه وعاليه جدا جدا، ونسبه السوائل فيه كتير للجسم في الحر ده. على قد ما تقدروا، هو متوفر الفتره دي الشمام والكنتالوب والحاجات دي كلها. حاولوا ان انتوا تستفادوا بيها. اسعاره ما بقتش كمان زي زمان، دلوقتي اسعاره بقت غاليه شويه عن الاول، ولكن اكتبوا لي برضو انتوا عندكم الاسعار بكام بتاعه الكنتالوب يا جماعه في الكومنتات. ولكن هو مفيد، حاولوا على الاقل زي ما قلت لكم كده، هاتوا كنتالوبايه واحده بس، حطوها في الكبه بالشكل ده، عليها معلقتين كبار من الكريم شانتيه، تمام كده، عليها كمان 3 معالق كبار من السكر، ويستحسن يكون السكر بودرة عشان يخلي الملمس معانا في الاخر ناعم وجميل. وهتشوفوا هنعمل ايه دلوقتي، واللي عارف يكتب لي في الكومنتات. بعد كده همسكها بقى اضربها كويس قوي، كل ما تضربي فيها كل ما الكريم شانتيه هيعمل معايا فوليوم اكتر، وكمان هيديها نتيجة حلوة، تمام كده. طيب هبدأ خلاص، ضربتها هنا كويس قوي. بعد كده حسيت ان اللون بتاعها بدأ يبقى فاتح، فانا عندي هنا لون طعام اخضر، ده لون طعام صحي بيجي من عند العطار عادي. الازازه دي كلها ب10 جنيه، بتقعد عندك فتره طويله. هحط بس حوالي كده نقطتين بالشكل ده علشان يديني اللون الاخضر الجميل اللي هتشوفوه دلوقتي ده، اللي هو لون الاناناس، تمام كده، او الكنتالوب يعني. هنعمل ايه بقى يا بنات؟ هنجيب بقى علبه وهنبدا نفضي فيها الكنتالوب بتاعنا بالشكل ده. ما شاء الله عملت لي العلبه دي عندي بتشيل كيلو، يعني عايزه اقول لكم ده كده عملت لي كيلو من الايس كريم. عايزه اقول لكم خطير بجد. هاخدها بقى اقفلها كده كويس قوي، وهرفعها في التلاجة الفريزر يعني لمده على الاقل 3-4 ساعات. بعد كده هتخرجيها من الفريزر وهتبداي ان انت تقدميها بالشكل ده. طبعا انا هنا كنت عاملاها قبلها بيوم من بالليل للصبح، يعني يستحسن تسيبيها حوالي 4-5 ساعات احسن، تمام. وتاكليه بقى، عايزه اقول لك حاجه كده طبيعيه خطيره، ما فيهاش اي بقى مواد حافظه، اي افتكاسات، اي حاجه ما فيش. شويه سكر ومعلقتين كريم شانتيه، ما عندكيش كريم شانتيه تقدري تحطي علبه زبادي، تمام كده. تبداي بقى هنا تقدميه بقى للولاد في اي بولات بقى عندك، واي صوص بقى انت حابه تحطي اي صوص عندك هتحطي. انا هنا حطيت لهم صوص شوكولاته، حابه تحطي مكسرات، حابه تسيبيه زي ما هو كده، طبعا احلى طبعا من بره بكتير جدا جدا. عباره عن بره يا جماعه اللي بيتجاب ايس كريم بطعم الاناناس او كانتالوب بيكون عباره عن ميه وسكر وطعم بس مش اكتر النكهه، ولكن ده كانتالوب صافي، حاجه نظيفه للولاد. حتى زي ما انتم شفتوا مش محطوط له اي نقطه ميه، عباره عن الكانتالوبايه ومعلقتين كريم شانتيه والسكر ليكي اختياري. وزي ما انت شايفه حاجه ساقعه ترطب على قلبكم كده في الحر ده. دعوه حلوه من قلبكم، ولايك وشير للفيديو.